أهلا وسهلا بيكم في كورس جديد بعنوان إزاي تعمل بيزنس موديل. وأنا بعمل الكورس ده حاولت بقدر المستطاع أرجع أقرأ كل اللي اتكتب قبل كده عن البيزنس موديل وأسمع الفيديوهات الموجودة على النت. وللأسف كل المصادر اللي لقيتها فهي جهود فردية غير مكتملة بتتكلم عن جزئيات معينة في البيزنس موديل، ولقيت إن في خلط كبير ما بين البيزنس موديل والبيزنس بلان والفيزيبيليتي ستادي اللي هم نموذج العمل وخطة العمل ودراسة الجدوى. وكوني واحد من الناس اللي عانوا في فهم الموضوع ده بشكل إجمالي، فقررت أعمل الكورس ده، واللي إن شاء الله أعتقد إنه هيساعدك على فهم الموضوع بالمجمل بدون ما ترجع لمصادر تانية إلا لو كانت أجنبية. الكورس ده بيوجه كل المحتوى اللي فيه لكل الفئات اللي محتاجة تكون على علم بالبيزنس موديل، بحيث يقدروا يستفادوا من أي فكرة تيجي في دماغهم. فكل المطلوب منك وإنت بتشوف الكورس بتاعنا إنك تركز في كل كلمة بتسمعها علشان تفهمها كويس قوي، وبالتالي تعرف تطبقها. وما تقلقش، المحتوى معمول بأسلوب بسيط وسهل، وعلشان نتأكد من فهمك ليه وإنك قادر فعلا على تطبيقه، تقدر تتناقش معانا في محتوى الكورس من خلال الواتساب أو الميل بتاعنا، وهنحاول نجاوب على أي سؤال ممكن يدور في دماغك. فياريت قبل ما تكمل مشاهدة تجيب ورقة وقلم وتحاول تدون كل الأفكار والأسئلة اللي هتيجي في دماغك وإنت بتشوف الكورس بتاعنا. وخد بالك إن الأفكار بتتنسي لو ما نزلناهاش على ورق، وكمان علشان نبقى نتناقش فيها مع بعض ونقدر نزود الفاليوز اللي بنقدمها لك. وطبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو لان بجد ده اللي بيشجعنا نكمل. وقبل ما نبدا في اي تفاصيل، محتاج افهمك الاول ايه الفرق ما بين البيزنس موديل نموذج العمل، والبيزنس بلان خطه العمل، والفيزيبيليتي ستادي دراسه الجدوى. وده علشان نبدا بدايه صح وما يحصلش اي لخبطه بعد كده. خليني اقول لك الاول ايه هم دول. البيزنس موديل والبيزنس بلان والفيزيبيليتي ستادي هي مجموعة من الأدوات اللي بنستخدمها في دراسة وتحليل وتقييم وتنفيذ لستارت اب على أرض الواقع. فاللي ممكن يستخدم الأدوات ديت أي شخص عنده فكرة وحابب يدرسها ويبدأ في تنفيذها وتطويرها بعد كده. وكل أداة من دول ليها مهمة أو وظيفة معينة بتقوم بيها، ووظيفة كل أداة بتختلف عن التانية، وكل واحدة فيهم وليها وقت معين. يعني التولز ديت أو الأدوات ديت مش بنستخدمهم كلهم مرة واحدة، لا طبعا مفيش الكلام ده خالص. ببساطة هي خطوات بنعملها ورا بعض. بيبقى في فكرة وبنبدأ نعمل بيزنس موديل للفكرة ديت، وبعد كده نعمل فيزيبيليتي ستادي، وفي الآخر بنعمل البيزنس بلان وبتفاصيل أكتر. نموذج العمل أو البيزنس موديل بيديك تخيل واضح لشكل الفكرة اللي في دماغك بتاعة الستارت اب اللي انت عايز تعمله، بس بدون تفاصيل. بمعنى انه هيسألك شوية أسئلة، والأسئلة ديت هي اللي هتوضح الفيجن بتاعتك للستارت اب بتاعك، وإجاباتك على الأسئلة ديت هي الأعمدة الرئيسية اللي هيقوم عليها الستارت اب، أو بمعنى أصح هي اللي هتحول الأيديا بتاعتك لبيزنس يدخلك فلوس، وبتخليك تعرف تطلع بتقييم مبدئي للفكرة بتاعتك. والأسئلة والإجابات ديت بتبقى في شكل رسمة واضحة قدامك. دي مقدمة مختصرة، وفي بقية الفيديوهات هنتكلم بشكل تفصيلي أكتر عنها، وهنعرفك إزاي تعمل بيزنس موديل لأي فكرة تيجي في دماغك وتدرسها وكمان تحللها. أما دراسة الجدوى أو الفيزيبيليتي ستادي دي الخطوة التانية بعد ما بتعمل البيزنس موديل. مهم جدا تعمل دراسة جدوى علشان تتأكد من إنك بتدفع فلوس في حاجة تستاهل، هتعود عليك بمكاسب، مش مجرد إنك بترمي فلوس في مشاريع وخلاص. وطبعا مش محتاج أقولك إن الهدف من المشاريع ديت إننا نكسب مش نخسر. فأنت بدراسة الجدوى بتقيم فكرة الستارت اب بتاعتك بدقة من 5 جوانب رئيسية: بيئي وقانوني وتسويقي وفني وتمويلي. وهي لسه فكرة ما تنفذتش، وتشوف ايه حجم المخاطر اللي هتقابلك، وهل هتقدر تعديها ولا ممكن تعجزك. وبعد ما تخلص الفيزيبيليتي ستادي او دراسة الجدوى وتعملها، بيبقى بناء على دراستك قدامك خيارين: يا تصرف نظر عن فكرة البيزنس وتشوف غيرها، يا تنتقل للخطوة الثالثة وتعمل بيزنس بلان وتبدأ في تنفيذها. الخطوة الثالثة خطة العمل او البيزنس بلان. للأسف في ناس كتيرة بتخلط ما بين البيزنس موديل والبيزنس بلان. الموديل بيحول البيزنس لصورة بتعرفك الدنيا هتكون ماشية ازاي بشكل إجمالي وبدون تفاصيل. أما التفاصيل فهتكون موجودة في البيزنس بلان، أو بمعنى أصح البلان ديت الخطوات اللي هتمشي عليها علشان توصل لأهداف معينة، واللي هي شكل الموديل بتاع البيزنس بتاعك. أو بتعريف تاني لو ما فهمتش الكلمتين دول، هي صورة مكبرة للبيزنس موديل بس بتفاصيل كتير. يعني ازاي هتنفذ البيزنس بتاعك بشكل تفصيلي على أرض الواقع، وإيه الخطوات اللي هتعملها علشان توصل للموديل ده. وخلينا نبدأ مع بعض نتكلم عن البيزنس موديل. يعني إيه بيزنس موديل؟ دلوقتي عندك 3 أو 4 أفكار:
وعايز دلوقتي تقيم الأفكار ديت وتطلع بفكرة أو 2 قابلين للتنفيذ. بس علشان تعرف تقيم الفكرة كويس لازم وانت بتقيم الفكرة تكون واخد بالك من البيزنس موديل بتاعها. بس يطلع ايه البيزنس موديل ده؟ معنى البيزنس موديل باختصار، بتتخيل لو الفكرة ديت اتحولت لبيزنس شكلها على أرض الواقع هيكون ازاي؟ التخيل ده بيكون على ورقة في شكل رسمة، من خلالها بتظهر لك أسئلة كتير هتحتاج تجاوب عليها. أسئلة زي مين الفئة المستهدفة؟ ايه هي الفاليو اللي انت هتقدمها لهم؟ ازاي هتوصلها ليهم؟ ايه اللي هتكسبه لما تزودهم بالفاليو ديت؟ اللي هتكسبه ده هيجيلك او هيوصلك عن طريق ايه او ازاي؟ ايه هي الموارد اللي انت هتحتاجها؟ التكلفة بتاعتك هتكون قد ايه؟ ومع اجاباتك على كل سؤال بيظهر لك سؤال جديد بتحاول تجاوب عليه، وباجاباتك ديت انت بتحدد شكل البيزنس بتاعك هيكون ازاي. بعدها هتقدر تطلع بتقييم مبدئي للفكرة إذا كنت قادر على تنفيذها ولا لأ. ولو مش هتقدر بتحاول تشوف فكرة غيرها وتعمل عليها نفس اللي عملته ده. أما لو قادر، في الحالة ديت بتروح تعمل feasibility study أو دراسة جدوى، ودي عبارة عن تقييم نهائي للفكرة بتاعتك، بتعرف منها مدى جدوى فكرة الستارت اب قبل ما تبدأ تحط البيزنس بلان بتاعتك. إذا البداية بتكون من الفكرة وبتعمل لها بيزنس موديل، والبيزنس موديل للفكرة بيعرفك إذا كنت هتقدر تنفذ الفكرة ولا لأ. وما تنساش للبيزنس موديلز أنواع كتير، وأبسطهم اللي هيحقق لك عائد هيغطي التكاليف اللي هتصرفها على الستارت اب بتاعك. ولو اخترت بيزنس موديل معقدة الأمور هتبقى أصعب معاك. طيب إيه فايدة البيزنس موديل؟ البيزنس موديل مهمته إنه يرتب الأساسيات أو الأعمدة الرئيسية اللي الستارت اب هيشتغل عليها، ومن خلاله هتقدر تشرح فكرة البيزنس بتاعك لأي حد بسهولة، وخاصة لو انت محتاج فند. هيعرفك على المشاكل اللي ممكن تقابلك، وهتقدر تطلع بتقييم مبدئي للفكرة بتاعتك، ومن خلاله بتقدر تحدد الطريقة اللي هيمشي عليها البيزنس بتاعك علشان يخلق قيمة مضافة للشريحة اللي انت مستهدفها وتستفاد منها. وبرضه تقدر تدرس وتحلل أي فكرة تيجي في دماغك، وكذلك تقدر تحلل أي مشروع شغال بالفعل وتفهم هما ازاي بيكسبوا منه، وده هتفهمه أكتر في الفيديوهات الجاية. ده غير إنه هيساعدك تطور من البيزنس بتاعك وتعمل منه أقصى إفادة ممكنة. دي بعض مهام البيزنس موديل. في بقية الفيديوهات أهميته هتوضح أكتر ليك، ولما تطبقه بإيدك هتكتشف قد إيه إن هو مهم جدا وبيوفر وقت ومجهود وفلوس كمان. لأن ممكن الفكرة تكون واردة فنيا بس ملهاش قيمة لما تحطها في سياق بيزنس موديل. البيزنس موديل هي أداة أساسية لأي رائد أعمال ناجح. لحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه مع بعض عن أنواع البيزنس موديل، وهنتكلم عن البيزنس موديل كانفاس اللي هو نموذج العمل التجاري، وكمان ازاي تعمل بيزنس موديل كانفاس بنفسك. فما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك، ده بيشجعنا نكمل، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك إشعار أول ما ننزل فيديو جديد. السلام عليكم.